لو كل شوية بيقولك الرجالة من حقها تتجوز 4، تعالي اقولك تردي عليه بايه؟ كل ما تكلميه يقولك هتجوز عليكي والشرع محلل 4. اول حاجة تعمليها لو جوزك قالك هتجوز عليكي 4 هي انك ما تعمليش حاجة، اسمعي مني ولا تدي اي ردة فعل. طول ما انت بتتضايقي وبتتعصبي وبتسمعي الكلمة من هنا تتجنني، طول ما هتبقى سلاح في ايده يهددك بيه. نفضيله لو كررها كتير، قوليله اللي خدته القرعة تاخد ام الشعور، وسيبيه وادخلي المطبخ البلكونة. ولا انا ماليش دعوه بالليله دي خالص، سامع؟ وانت سيبيه ياكل في نفسه. وشوية كده وهو في ساعة صفا وهو بيتفرج على الماتش، سمعيه مكالمة بينك وبين صاحبتك عن واحدة صاحبتكم جوزها اتجوز عليها، قامت رافعة عليه قضية طلاق ونفقة وقايمة، وهو اللي بيتحايل عليها دلوقتي ترجع وتتنازل عن القواضي. احنا مش هنعمل كده، بس دي اسمها خطة الخداع. وبعدين خلي الكلمة لبانة في بقك انت، يعني تطلبي حاجة ويقولك معيش فلوس، قوليله امال كنت هتتجوز 4 ازاي؟ شكك وعنوتة. ويقولك معلش مش هنطلع المصيف علشان مزنوق شوية، تقوليله امال كنت هتطلع ال4 شهر العسل فين؟ في البلد عندكم. والكلمة مش هتيجي على لسانه. وبعدين ما تخافيش، طالما بيقول مش هيعمل، اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.